ازاي تبعت رسالة اوفلاين من غير شريحة ومن غير نت. بريدج فاي اوفلاين مسج، تطبيق محمله مليون مستخدم. تطبيق بيشتغل بالبلوتوث فقط، تقدر تفعله أول مرة بالإنترنت، بعد كده مش محتاج غير البلوتوث عشان تبعت لأي حد رسالة أو تستقبل منه رسالة. تطبيق بيعتمد على البلوتوث بس، مش محتاج حاجة تاني بعد ما تفعل التطبيق. بيشتغل في نطاق 100 متر أو 330 قدم. تقدر تستخدمه في حالة الحروب، الكوارث، الزلازل تحت الأرض. في نطاق 100 متر أو 330 قدم، أي حد هيعرف نفسه على الشبكة باسم مثلا أحمد أو مسعف أو دكتور أو تقدر تتواصل معاه وتبعت له رسالة، رسالة عادية أو رسالة نصية أو رسالة فيديو. تبعت له أي حاجة في نطاق 100 متر اللي حواليك. يعني مينفعش انت تضيف أي حد جهاز اتصال تبقى خاصة بيك وتقدر تكلمها في أي وقت، لأ، هو بيتكلم في نطاق 100 متر أو 330 قدم. عشان تقدر تفعل التطبيق ده لازم تبقى مشغل البلوتوث، والشخص اللي هيكلمك يبقى برضه محمل التطبيق ومشغل البلوتوث. هتلاقيه في نطاق 100 متر، هتبعت له رسالة إغاثة أو أي حاجة هيرد عليك. ربنا ما يكتبش على حد إن هو يتعرض ويبقى محتاج للتطبيق دوت، بس هو فيه خدمات وفيه امتيازات. لو مفيش نت، لو مفيش شريحة نت، أو لو مفيش شبكة محمول شغالة. شير ولايك وسبسكرايب للتطبيق لو ما كنتش تعرفه قبل كده، واستناني تاني في تطبيق جديد في قناتكم وراجع برامج. السلام عليكم.